مساء الخير عليكم. في فيديو حكاية النهاردة هنتكلم عن الفنانة علا غانم، وهنشوف علا غانم وهي بتستغيث بعد تعرضها للضرب والبلطجية والطرد من بيتها. هنعرف كل التفاصيل، بس قبل ما نكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. ودلوقتي يلا بينا نكمل الفيديو بس بعد الفاصل. الفنانة علا غانم فاجأت جمهورها بكتابة استغاثة بعد تعرضها للضرب هي وأسرتها وطردهم من منزلهم. وكتبت علا على حسابها الرسمي على انستجرام استغاثة للسيدة حرم رئيس الجمهورية والمركز القومي لحقوق المرأة الدكتورة مايا مرسي. أنا الفنانة علا غانم اتعرضت للعنف والقهر والطرد من بيتي، واتعرضت لمؤامرة وبلطجية وتهديد ليا ولأسرتي بالكامل، أغثوني. كشفت الفنانة علا غانم تفاصيل استغاثتها من جوزها بعد تعرضها للعنف والسرقة والطرد من بيتها في نص الليل. وقالت علا غانم إن هي رفعت قضية خلع ضد جوزها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب لوجود خلافات زوجية بينهم، بس ما انتهتش القضية دي بسبب سفرها المستمر للولايات المتحدة الأمريكية، بس هي رجعت في أكتوبر الماضي علشان تنهي القضية دي وتمارس حياتها بصورة طبيعية. وقالت علا غانم: سرق تليفوناتي وخواتمي من إيدي وإقدامي وذهبي، وطلعت بره بيتي بالروب اللي عليا في نص الليل، وأنا مش عايزة غير إن كرامتي ترجعلي. وقررت محكمة الأسرة بقصر النيل وقف تعليق دعوة الفنانة علا غانم بخلع جوزها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب لوجود خلافات زوجية بينهم ولحين الفصل في طلب الرد. وكان المستشار عاصم أنديل أقام دعوة خلع لموكلته الفنانة علا غانم بمحكمة الأسرة بقصر النيل ضد جوزها، وده للضرب ووجود خلافات زوجية بينهم في 20 مارس سنة 2018. وقررت محكمة الأسرة شطب دعوة الطلاق المقامة من الفنانة علا غانم ضد جوزها الثالث رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، وده بعد تصالحهما. فيديو حكاية النهاردة خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة بتشوفنا علشان يوصل لك كل جديد على قناة حكايات النجوم.